سلام. اليوم جيت نكمل لكم الجزء الثاني ديال جايسي، ولكن قبل ما نبدا بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الكومنتيرات ديالكم وحتى الملاحظات ديالكم، راني كناخذها بعين الاعتبار. كنبغيكم بزاف، بيزو. كيف ما قلت لكم، جايسي كان ناجح في حياته المهنيه وحتى الاسريه، وحياته كانت غادا مزيان حتى لسنه 1968. جايسي غادي يدخل الحبس بتهمه التحرش الجنسي على احد الموظفين المراهقين، وغادي يتحكم ب10 سنين. ولكن جايسي ما غاديش يدوز 10 سنين كامله، لانه كان واحد الانسان اللي منضبط وكان السلوك ديالو مزيان في السجن. زائد ان المحامي ديالو كان كيقول بان هذه غير واحد المؤامره سياسيه ضده. في المده ديال السجن ديال جايسي، مرته غادا تطلق منه والاب ديالو غادي يتوفى. وهنا صحاب المساجين غادي يقولوا بان جايسي ملي يعرف بان باه مات تبدل، تغير، ولا اغريسيف، ولا واحد اخر. ملي خرج جايسي من الحبس مشى سكن مع الام ديالو وخدم واحد الفتره كويزيني. 1 نوفمبر 1972 جايسي غيتزوج المره الثانيه بواحد السيده مطلقه وعندها 2 بنيات. وفي نفس السنه جايسي غادي يدير لونتربريز ديالو اللي كانت كدير الديكور والبناء. هنا جايسي غادي تعرف في الكارتي ديالو بانه واحد الانسان سيرفيابل طيب. وهنا فين اول مره جايسي غادي يديغيزا اون كلون وغادي يسميه بوغو. ديرنييرمون غادي نبداو نهضروا على الباركور كريمينال ديال جايسي. في الليله ديال 1 جانفي 1972 غيمشي لواحد المحطه طرقيه بحال المحطه الطرقيه اللي كاينه في كازا ديال ولاد زيان. في الاخر ديال الستينات والاول ديال السبعينات الشذوذ الجنسي كان باقي ما متقبلش في المجتمع الامريكي، وكانوا العائلات ديالهم كيرفضوهم. وهذه المحطه الطرقيه كانت معروفه كيتجمعوا فيها الشواذ وكيتجمعوا فيها الهومليس وكيتجمعوا فيها حتى هذوك اللي كيتعاطاو المخدر الهيروين. جايسي كان داير واحد ميني بار في لاكاف ديالو، كان داير واحد الكليسه، وهنا فين غادي يدير الضحيه ديالو غادي يبداو يشربوا الشراب وغادي يدوين. واحد الساعه جايسي غيخلي حتى الضحيه ديالو صافي يشرب بزاف، يعني ما بقاش في الوعي ديالو. جايسي غادي يقول لي اشنو بالك نديرو نلعبوا واحد اللعبه. جايسي خدا المينوت ودارهم على يديه، ولكن هو كان كيدير واحد الطريقه حيت انه دغيا كيفك راسو. دار هذوك المينوت وفك راسو، هو يمشي للضحيه ديالو دار ليه المينوت وقال لي ها انت فك راسك، وعطاه 5 دقائق. في هذيك 5 دقائق جايسي غادي يمشي وغادي يديغيزا اون كلون بوغو. دابا غادي نخليو جايسي وغنهضروا على بوغو اللي هو الوحش. ملي غادي يجي جايسي غيلقى هذاك الضحيه ديالو مازال مضارب مع داك المينوت، غيبدا يعذب فيه. كيفاش بوغو كان كيعذب الضحايا ديالو؟ كان كيشد الكارت ديال بوكر اولا الرامي اللي كنلعبو حنايا وكيشعل فيه العافيه وكيبدا يحرق فيهم، ولا كان كيشد الشمع وكيبدا يقطر عليهم الشمع، وكان كيعمر البانيو ديال الماء وكيبقى يغرق فيهم حتى كيقربوا يتخنقوا وكيبقى يجبد فيهم. وهذا الشيء كله الضحايا ديالو كيتألموا وكيغوتوا وهو كيدير الضحكه ديالكم. ملي كيسالي من التعذيب ديالهم كيجي مرحله التعذيب الجنسي، وملي كيقرب يطلع الفجر كيبدا في التعذيب، كيبدا يقتل فيهم. ما غاديش نقول حنا كيقتلهم، ولكن هو راه كان كيعدمهم. الطريقه باش كان كيعدمهم كان كيجلسهم في واحد الكرسي سميتو لو غارو، كيربط ليهم يديهم ورجليهم، كيدوز لهم واحد لو لاسي على عنقهم وكيبدا يدور بواحد مانيفيل، كيبقى يدور 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 حتى هذاك لو لاسي كيخنقهم اولا كيهرس لهم عنقهم. هاد طريقه الاعدام هي واحد الطريقه بشعه كانت كتستعمل ما قبل الميلاد وفي القرون الوسطى وفي محاكم التفتيش، واخر مره استعملتها اسبانيا في سنه 1974. وهذا الشيء علاش انا درت في العنوان الاول بانه صنف اخطر من جيفري دامر. جيفري دامر كان ملي كيبغي يقتل الضحايا ديالو كان اوموان كيدير لهم
دروغ، يعني كيكونوا مدروغين راه حماة منه باش انهم ما يتعذبوش. على عكس غايسي كان كيستمتع وهو كيعذب الضحايا ديالو. وفاش كانوا كيموتوا الضحايا ديال غايسي ما كانش كيتخلص من جثات هذيك الساعه، كان كيخليهم عنده في الماريو واحد يومين ولا 3 ايام، وكان كيغتصبهم حتى وهما ميتين. ومن بعد كان كيدفنهم في واحد الحفره غارقه كان دايرها عنده في لاكاف وكيدير عليهم الجير. وبنفس هذه الطريقه قتل 33 واحد، وكاينين منهم اللي الهويه ديالهم باقا ما تعرفتش لحد الان. 11 ديسمبر 1978 غادي يختفي واحد الدري عنده 15 عام، والناس كلهم غادي يشهدوا بانه اخر مره شافوه كان مع غايسي. واحد المره غيكون واحد الشاب خدام عنده وساكن حتى في الكارتي، وغيكون دار واحد اكسيدون دو طرافاي، طاحت عليه شي حاجه وهو خدام عنده. غادي يهزو غادي يديه للوبيتال. في هذيك الوقيته اللي غادي يكون الدري دار اكسيدون دو طرافاي، والديه ما كانوش في الدار. في العشيه كيسمع الدقان ملي غادي يحل غلقى غايسي. هو موالف ديما ملي كيتسالم هو وياه كيبدا يضارب هو وياه، لانه عارفوا انه واحد الدري سبورتيف، كان كيقول لي غير المصارع ديالنا. فاش غادي يبدا يتعافر معاه يبدا يتعابس هو وياه، غادي يشدو وغادي يدير ليه المينوط وغادي يخليه. هذاك الدري فعلا انه بقى مضارب، هو خداها كتحدي، زعما عطاها ليه لو بوس ديالو، عطاه هذاك التحدي وغادي يديرو، بغى يبين ليه بان فوالا انا راه غادي نفك راسي. بدا كيضارب حتى فك راسو ويخرج عنده. فاش خرج عنده غايسي صدم، قال لي انت اول واحد غادي ندير ليه المينوط وغادي يفك راسو. وبقى كيضارب معاه صافي، وغايسي خرج مشى بحالو. مع الوقت ملي تعرف بان غايسي راه كان كيقتل الضحايا ديالو بهذه الطريقه، هذاك الشاب عرف راسو بانه راه فلت من الموت. غادي يجيو البوليس وغيبداو يحققوا مع غايسي، ولكن ما يلقى عنده حتى شي حاجه. واحد النهار غايسي غادي يكون سكران وغادي يمشي عند واحد الصديق ديالو كان محامي، وكان صديق ديالو في الحزب. غادي يبدا يعاود ليه كل شيء على الجرائم اللي داروا، على كيفاش كان كيديروا، على كل شيء. هنا يمكن لينا بان نقولوا غايسي فضح بوغو، لأن السيد كان كيعاني من انفصام في الشخصية. في 21 ديسمبر 1978 غادي يشدوا غايسي وغادي يتحكم عليه بالإعدام. البوليس غادي يمشيو لاكاف ديال الدار ديال غايسي وغادي يجبدوا 26 جثه، والجثث الاخرين بقاو في الممتلكات ديالو الشخصيه. وهنا الجيران ديالو والناس ديال الكارتي ديالو كانوا مصدومين، لانهم كانوا كيعرفوا بان غايسي واحد الانسان اللي سوسيابل وسيرفيابل وظريف بزاف، وما كانوش كيظنوا بانه غادي يدير بحال هاد الجرائم. سنه 1994 غيتنفذ فيه حكم الاعدام بالحقنه القاتله. غيموت هو وجيفري دامر تقريبا في نفس العام. هنا القصه ديالنا سالات. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنوعدكم بانني غادي نرفع من جوده المحتوى ديالي وغادي نجيب لكم قصص شيقه بمعطيات علميه. باي باي.